لما يكون البيض غالي وعايزه تعملي اكل لعيالك ومش لاقيه غير بيضتين بس في التلاجة، هاتي شويه ميه وهاتي معلقه وهتشوفي هعملك احلى اختراع ببيضتين بس تقدري تاكلي بيهم اكتر من 4 انفار. هتجيبي البيض كده وتكسريه في الطبق زي ما انت شايفه كده. بيضتين عاديين، طبعا البيضه الواحده دلوقتي داخله في 5 جنيه، فالحمد لله رب العالمين، يعني دول ب10 جنيه. عايزين بقى احنا نتعشى 4 افراد. انا بالنسبه لي عندي 4 افراد. عملت ايه؟ حطيت البيض وحطيت عليه شويه ملح ونص كوبايه ميه زي ما انت شايفه كده، وقلب قلب 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 قلب، اديله قد زي ما بيقولوا. وبعد كده هجيب بقى شويه فلفل اسود، وهجيب المعلقه الاختراع اللي هقولك عليها، هتضيف عليها معلقه، هتخليها في حته تانية خالص. بجد هتعمل لك كميه كبيره وهتعشي لك 4 5 انفار زي الفل. هنا بقى جبت ايه؟ الفيجيتار يا جماعه السايب، اللي هو بقى الحار او البارد براحتك، ده البارد. انا جبت معلقتين منهم وحطيتهم ودوبتهم كده في الخليط زي ما انت شايفه كده. اهم حاجه تظبطي القوام زي ما انت هتشوفي كده. وكمان حطيت معلقه واحده دقيق، معلقه واحده دقيق في الخليط كده. وبعد كده مسحه زيت وعلى الطاسه على طول. عملت اكتر من 4 وحدات من الاومليت يا جماعه، لكل واحد قرصه. عايزه اقول لك طعمها خطير ومشبعه جدا. عايزه اقول لك ان احنا اتعشنا بيها واتبقى منها كمان، عملت بيها سندوتشات العيال والله العظيم 3. يعني بصراحه كميه حلوه قوي. بيضتين بس طبعا، كل واحده على الاقل لما تيجي تعشي العيال تبقى عايزه بيضتين لكل عيل. لا، هاتي بيضتين وانت تعشي اكتر من 4 انفار. هنا كل واحد قرصه هياكل وهيشبع وهيحمد ربنا والحمد لله على كل حال. وبصراحه الحاجه غاليه، واعملي اللي انا بقولك عليه هتستفادي قوي. وان شاء الله المعلقه دي هتغير حياتك وهتغير كمان المستوى اللي احنا فيه والهم اللي احنا فيه وكل حاجه. بصراحه الواحد مبقاش عارف يعمل ايه ولا ايه في الغلا اللي احنا فيه. ربنا يعيننا وربنا يقدرنا على ايه، على الفيديوهات الحلوه اللي بقدمها لكم يا رب.